فيلم هنا بيبدأ بواحد اسمه هنري بيرجع على بلده بعد ما خدم الجيش لسنين طويلة، وكان نفسه يرجع مدرس، فبيروح مدرسته القديمة عشان يشتغل. فالمدير بيقول له إن ما عندوش أي خبرة في التدريس، فبيجيب له كارت توصية من واحد مسؤول. وطبعا لما المدير شاف الكارت وافق على طول. وقبل ما هنري يروح البيت، المدير بيقول له إن الفصل اللي درس له أسوأ فصل في المدرسة. وتاني يوم هنري بيروح المدرسة عشان يبدأ شغل، لكن أول ما بيدخل الفصل بيلاقي إن في طلبة نايمة، وفي اللي بيغني واللي بيلعب وفي اللي بيطبخ. حتى بعد ما المدرس ده خد طرد جاله تماما، ولكن عم هنري بيحاول يلفت انتباههم، لكنه بيعمل نفسهم مش سامعين. وبعد كده عم هنري بياخد جولة في الفصل عشان يعلق على الحاجات اللي بتحصل فيه، وبيروح عند الطلبة اللي بتطبخ وبيقول لهم ما ياكلوش كتير لأن الأكل ده مليان صوديوم وممكن يضرهم. وبعد كده هنري بيقرب من واحد اسمه زوفا وهو بيغني ويساعده في تحقيق حلمه، ويروح لواحد وينصحه إنه ما يبحثش في التليفون كتير عشان نظره ما يضعفش. لما الطلبة بدأوا يسمعوا وعرفهم على نفسه، كتب اسمه ورقم تليفونه على السبورة عشان لو حد محتاج حاجة يساعده فيها، لكنهم بيتريقوا عليه عشان خطه وحش. وفي طالب بيتصل عليه وبيقول له يسيب الفصل ويمشي، لكنه بيضحك والطلبة بيتجاهلوا تاني. لكن هنري بيزهق منهم وبياخد أستك وحتة كباشير ويشغل طفاية الحريق اللي في الفصل، والطلبة بتبعث بسرعة عشان ما يغرقوش. وبينجح هنري في إنه يلفت انتباههم وبيروح يقابلهم في فصله. بعد ما الحصة خلصت بيتجمع 5 طلاب شباب في غرفة الرياضة عشان يدخنوا، وبنلاقي إن الزعيم بتاع الشلة اللي اسمه جاك بيحب واحدة من الفصل التاني، وصحابه بيلاقوهم بحلقة في صورتها وبيتريقوا عليه. لكن الشلة دي بتتخانق مع فريق كرة السلة اللي في المدرسة، وبعدين يدخلوا غرفة الرياضة عشان يتريقوا على جاك كالعادة لأنه فقير. وبعد كده بنلاحظ إن فريق كرة السلة بيتضارب، وجاك والشلة بتاعته بيراقبوهم. وفجأة جاك بيرمي إزازة على الأرض عشان يوقع القائد بتاع الفريق، لكن المدرسة بتاع الإنجليزي بتحاول تحل المشكلة. لما بتروح المكتب بتاعها بيعملوا فيها مقلب ويهربوا. ونيجي بقى لمدير المدرسة اللي قاعد زعلان عشان وزارة التعليم هتخصم 20% من التمويل السنوي للمدرسة، ويجي أعضاء هيئة التدريس عشان ياخدوا جولة في المدرسة ويشوفوا الوضع ماشي إزاي. ولكن في نفس الوقت ده صديق عمك هنيجي بيروح الفصل ويلاقي إن الطلبة كانوا عايزين يعملوا فيه مقلب، لكنهم بيفشلوا وبيتفاجئوا من رد فعله. وبيروح هنري لجاك عشان ياخد منه سجارة، وطبعا جاك هيموت ويعرف هو هيعمل بيها إيه. لكن هنري بيروح لزوفا وبيطلب منه إنه يقول له على مكونات السيجارة، لو جاوب السؤال صح هيسيبه يمشي وما يحضرش الحصة. لكنه بيجاوب صح وبيمشي. لكن بقية الطلبة بتعمل دوشة في الفصل عشان يمشوا وما يحضروش، لكنه بيسكتهم وبيديهم سجاير ويطلب منهم يحللوها. وطبعا هنري عارف إنه لو قال لهم أثر التدخين على صحتهم والمشاكل اللي بيعملها محدش هيهتم، وبيسألهم عن نتائج التدخين وبيشرح لهم إزاي السرطان بيتكون في الرئة بسبب. والأول مرة بيهتموا بكلامه وبيركزوا في التعليم التدخين. بعد ما الحصة بتخلص بيطلب منهم إنهم يرجعوا السجاير تاني. وفي نفس اليوم في الكافيتيريا بيجي القائد بتاع كرة السلة وبيضرب بروس في رجله، وبروس ده واحد من الشلة بتاع جاك. وبسبب اللي حصل ده المجموعتين بيتخانقوا مع بعض وبيدمروا المكان. وهنري بيعرف إن في 5 طلاب من الفصل جالهم إنذار بسبب المشاكل اللي عملوها. وهنري بيلاحظ إن جاك بيتخانق مع واحد وبيروح يلحقهم وبيطلب منهم يبطلوا خناق، لكن جاك بيتم مدرسة الإنجليزي بالظلم لأنها بتحكم الفقير والغني. لا، نفس اليوم بعد المدرسة هنري بيرجع الملف بتاع ال5 طلاب عشان يقدر يجمع معلومات عنهم. الطالب الأول اسمه زوفا ابن واحد باكستاني، طبعا الطلبة بيتميزوا عن الغرب بسبب أصوله، لكن رجال الشرطة دايما بيتهموه بالسرقة وحلم الواحد إنه يبقى مغني مشهور. أما الطلبة التانية دي بنت اسمها دينون، بس أبوها ما كانش بيهتم بيها لأنه طول عمره كان نفسه في ولد، ولكن دينون كانت دايما بتقص شعرها وتلعب بالعربيات زي الولاد عشان أبوها يحبها ويهتم بيها، لكنه ما بيهتمش بيها وبيعاملها خالص صغير كأنه ملك. وبعد كده بنروح لاتنين إخوات اسمهم بروس وكريس. أمهم سابتهم وهم صغيرين وهربت مع عشيقها، وأبوهم متجنن بقى مدمن خمرة، وطبعا ما كانش قدامهم حل غير إنهم يعتمدوا على نفسهم. وبروس بقى مهووس بألعاب الفيديو عشان يهرب من الواقع، وكريس بيشتغل في سوبر ماركت عشان يجيب فلوس ويعيش منها. في النهاية هنري ما قدرش يجمع معلومات عن عائلة جاك. بعد كده ملاحظ إن جاك اشتغل في مطعم ومسك منصب كويس، ولاحظ إن جانجي رايح المطعم ده مع الشلة بتاعته، ولكن جاك بيراقب جانجي وبيلاقيه مشغول فبيسرق الولاعة بتاعته. لكن رجال جانجي بيمسكوه ويضربوه، والجانجي بيحقق معاه فبيعرف إنه طالب فبيدوني فلوس وبيعرض عليه يشتغل في مكان تاني. وبعد كده هنري بيزور زوفا في بيته، لكن بيلاقيه هربان من الناس بعد ما سرق التذكرة ويروح عشان يساعده. لكن لما بيعرف سبب هروبه بيقف مع الناس ضده، وبعد كده بياخده يفسحه وبيغني معاه وبيساعده في إنه يحقق حلمه. وبعد كده أبو بروس وكريس بيرجع البيت متأخر كالعادة وبيطلب منهم يجيبوا له خمرة، لكنهم بيرفضوا فبيطردهم بره البيت. وتاني يوم هنري بيقابل أبوهم وبيطلب منه يروح مع مركز إعادة التأهيل عشان خاطر عياله. وفي نفس الوقت ده صديق أبو دينون بيجيب شوية مكياج لبنته وبيطلب منها تتصرف زي بقية البنات، لكنها بتتضايق لأن عمره ما حس بيها ولا اداها أي اهتمام، وبتاخد المكياج وتحطه على أخوها الصغير وبتطلع بره البيت وبتاخد العربية عشان تبعد عن أبوها. لكن عمك هنري بيوصل في الوقت المناسب وبيقول لها إن السواقة من غير رخصة مخالفة للقانون، لكنه بيقترح عليها حل ويقول لها تروح سباق عربيات هي وأبوها. وبيبدأوا في السباق لكن ما عندهمش أي رحمة، وأثناء ما هم بيسيبوا بتطلع دينون بره السباق وبتعمل حادثة، لكنها قدرت تهرب قبل الحادثة وأبوها بيحسبها ماتت فبيعيط عليها. وفي الوقت ده دينون بتعرف إن أبوها بيحبها فبتاخده بالحضن. وتاني يوم المدرسة بتبعت بروس وكريس مع مجموعة لمركز إعادة التأهيل عشان يقابلوا واحد مدمن خمرة، لكنهم بيتفاجئوا إن الشخص ده يبقى أبوهم. وبيبدأ الطلبة يسألوه عن سبب شربه للخمرة، لكنه بيقول لهم إنه بيحب مراته واكتشف إنها بتخونه، ومن ساعتها هو بيشرب خمرة ونسي مسؤولية عياله. لكنه ما قالش للطلبة إن كريس وبروس يبقوا عياله، وبيروح يعتذر لهم على اللي حصل والعيال بتبدأ تعيط. وبعد كده جاك بيشتغل في مكان كويس، لكن جانجي بيعرض عليه فلوس أكتر عشان يحط منوم في
الميه بتاع المصارع، وجاك بيبقى متردد لكنه بيضطر يوافق. وفي يوم الماتش جانجي بيراهن على مصارع من الاتنين لكنه بيراهن على خسارته، واثناء ما جاك بيحط المنوم في الميه بتاع المصارع بيتقفش، وقبل ما يعترف على جانجي بيضربوه وبيحبسوا في الخزنه. وبعد شويه هنري بيروح هناك وبيسال المصارعين على جاك، لكن في واحد بيقول له يروح بيته وما يرجعش هنا تاني، لكن جاك بيصرخ وهو في الخزنه، وهنري بيعرف انه حابسين وبيتخانق معاه ويضربهم. لكن لما المصارع بيتدخل الموضوع بيبقى صعب على هنري لكنه بيفلت منه وبيضربه. وبعد كده هنري بيروح المستشفى عشان يتعالج، وفي نفس الوقت جاك بيحاول يفضح جانجي لكنه بيضطر يسكت. وبنلاحظ ان الخبر وصل للتلفزيون ان هنري ضرب اقوى مصارع عشان يدافع عن تلميذه، ولما بيروح هنري المدرسه شعبيته بتزيد والطلبه بتحترمه اكتر، وده طبعا عكس اللي كان بيحصل في الاول.